السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة يا سنة أولى هنتكلم عن lesson 3 في الوحدة الأولى. أول كلمة عندنا هنا في الدرس الثالث بيقول ألعب يعني أو يلعب يعني play. خلي بالك ال A Y صوتهم هنا A وده بنقول عليه صوت الاي الطويل. عشان لو جات لك اي كلمة شبه الكلمة دي تعرف تقرأها. يعني مثلا لو كتبت لك كده say يعني اي واي اتنطقوا اي فحطيت say. طب صوت الدبليو و. طب لو حطيتها كده تبقى way. فهمنا الفكرة؟ أنا بديك قواعد عشان لما تجيلك كلمة شبه دي تعرف تقرأها. تعالوا لتاني حاجة، يعني إيه يقفل يعني السي صوتها ك. طالما السي ما جاش وراها ولا آي ولا إي ولا واي هيكون صوتها ك. لكن لو جه وراها آي أو إي أو واي هيكون صوتها س. فيقفل يعني close، يعني الاس دي نطقنا صوتها زي الزد فنقول close يعني يقفل. بص احنا هناخد جزء نفهمك جزء بعدين نفهمها لك على بعضها كده عشان تبقى فاهمها ببساطة. الايه اللي في الاخر دي مش بننطقها. طب احنا خدنا قبل كده يور دي صفة ملكية معناها ملكك. لما اقول لك يور بوك كتابك، يور باج شنطتك، your name زي ما خدناها في اول درس يعني اسمك. فلما اقول لك your bag يعني حقيبتك على بعضها كده. close your bag يعني اقفل حقيبتك. close your bag. قول ورايا close your bag. close your bag. نيجي بعد كده احنا اتفقنا your يعني ملكك ودي صفة ملكية. يور ملكك حاجة بتاعتك. لما اقول لك يور بوك يعني كتابك. فلما اقول لك close your book اقفل كتابك. close your book. نيجي بقى هنا يعني ايه يفتح. تعالوا نستهجها مع بعض. صوت الاو القصير وصوت الايه القصير ما بين الكسرة والفتحة، مش كسرة قوية لا ده ما بين الكسرة والفتحة. نقول فنقول open يعني يفتح. طب your bag حقيبتك اقولها لك على بعضها open your bag يعني افتح شنطتك. open your bag. يبقى انا استفدت ان يور دي صفة ملكية معناها ايه؟ معناها ملكك حاجة بتاعتك. احفظها اغنية كده يور ملكك حاجة بتاعتك. يور دي جاية منين؟ جاية من الضمير يو انت. هروح اخبط عليه واقول له ايه صفة الملكية بتاعتك؟ هيقول لي صفة الملكية بتاعتي يور. نيجي هنا بقى يعني ايه افتح open دي حفظناها. ويعني ايه كتابك your book. تعالوا نلزقهم جنب بعض كده. افتح كتابك يعني open your book. نقول سريعا تاني. احنا قلنا صوت الاي جنب الواي يدي صوت A وده اللونج A صوت الاي الطويل. فدي تتقري ايه مع A؟ بلاي. طب احنا عارفين ان دي A الجزء ده A لو حطيت له في الاول يبقى say. لو حطيت له و في الاول يبقى way. طب لو حطيت له M في الاول يبقى may. يبقى انا كده اعرف اقرا كل الكلمات اللي فيها ايه اللونج A اللي هو بيكون حالته AY. يعني دي حالة من حالات الايه اللونج A. هنا بيقول لي الحاجة وعكسها. بيقول لي open your bag عكسها close your bag. بعدين بيقول لي ايه open your book. بعدين بيقول لي close your book. كده نكون خلصنا الدرس الثالث. نتقابل المرة الجاية ان شاء الله في الدرس الرابع.